والآيات كثيرة التي يرسل الله بها ويوقظ بها العباد وينزلها بالعباد، ومن ذلك الخسف والمسخ والقذف والزلازل والفيضانات والصواعق والكسوف والخسوف إلى غير ذلك من أنواع الآيات. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 19 من شهر رجب لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. هكذا بين الله وهدد الله وتوعد الله من يعيشون على المعاصي ومن يصرون على الآثام والأوزار عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، الحاجة ماسة إلى أن يدرك المسلمون مدى رحمة الله عز وجل بهم. لا تأمنوا عذاب الله، احذروا أن تكونوا أبوابا للمصائب وأبوابا للنكبات وأبوابا للبلايا والرزايا. حسن المقال في بيان أسباب الزلزال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة حسن المقال في بيان أسباب الزلزال. معاشر المسلمين، إن ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فأخبر الله أنه يرسل بالآيات، والآيات كثيرة التي يرسل الله بها ويوقظ بها العباد وينزلها بالعباد، ومن ذلك الخسف والمسخ والقذف والزلازل والفيضانات والصواعق والكسوف والخسوف إلى غير ذلك من أنواع الآيات. فيدخل في هذه الآية الزلزال، فالزلزال آية من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته، وأنه سبحانه وتعالى يحدث الأشياء ويفعلها لحكم عظيمة
ومن هذه الحكم أنه يحدث الآيات ومنها الزلزال من أجل تخويف العباد من عذابه وبطشه وأليم عقابه إذا أصروا على ذنوبهم وعلى معاصيهم، فإنه شديد العقاب. ولهذا قال في كتابه الكريم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات. فقوله تعالى أو من تحت أرجلكم أي بالزلازل والخسف بهم في الأرض. فهدد الله الكفار الذين يناوئون ويعاندون رسوله ويكابرون ولا يقبلون الحق والدين، هددهم بأنواع من العذاب. وهذه الأنواع من العذاب قد يتعرض لها المسلم وقد يصاب بها ويعاقب الله بها من يعاقب من المسلمين. ولهذا أخبر الله أنه أخذ أمتين بالزلازل، وهما قوم صالح وهم ثمود وهم أصحاب الحجر. قال الله في كتابه الكريم: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال الله في قوم شعيب: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فهاتان أمتان أخذهم الله عز وجل بالزلازل، والزلازل هي ارتجاف الأرض وتحركها تحركا عنيفا على تفاوت هذه الحركة على حسب ما قد قضاه الله وقدره الله. فهاتان الأمتان جاءهم العذاب فأصبحوا موتى في بيوتهم وفي أماكنهم عن بكرة أبيهم. وهذا يدلك على أن الزلازل من غضب الله رب العالمين. فلما غضب الله على هاتين الأمتين واقتضت حكمته أن يعاقبهما بهذا، أخذهما أخذ عزيز مقتدر. فإن قوم صالح وهم ثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وكانوا مصابين بالعجب والغرور في قوتهم، وأنهم قد تحصنوا بالبيوت في داخل الجبال فلا يصل إليهم من يريدهم. فجعل الله العذاب عليهم هكذا، فأخذهم الله في بيوتهم وفي دارهم فأصبحوا جاثمين. وقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: من هناك الزلازل والفتن. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن كثرة الزلازل من جهة المشرق، وهذا قد حصل. وهذا الحديث فيه معجزة له عليه الصلاة والسلام، إذ أن من قرأ في التواريخ
وجد أن الزلازل في جهة المشرق أكثر منها في بقية الجهات، فهذا بيان منه وإخبار لما سيحصل في أمته عليه الصلاة والسلام. فالزلازل من جملة العذاب الذي يرسله الله ويحدثه الله على من يشاء من العباد، ولله في ذلك الحكمة البالغة. قال الله في كتابه الكريم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويهدد الله عز وجل، يهدد الله بأنواع من العذاب وبأنواع من الآيات. قال الله: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هكذا بين الله وهدد الله وتوعد الله من يعيشون على المعاصي ومن يصرون على الآثام والأوزار عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، الحاجة ماسة إلى أن يدرك المسلمون مدى رحمة الله عز وجل بهم، أنه سبحانه لا يحدث هذه الزلازل إلا في النادر مع كثرة المعاصي الحاصلة في أوساط المسلمين، لا سيما في العصور المتأخرة التي حصل فيها الضعف في كثير من المسلمين، حصل فيها الضعف في التدين والضعف في التمسك. فلهذا معاشر المسلمين، لا تأمنوا عذاب الله في الليل ولا في النهار، لا تأمنوا عذاب الله ما دمتم تشاهدون وتسمعون بالمعاصي وتجدون المعاصي متفشية ومنتشرة. وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الزلازل والقتل والبلايا، وليس عليها عذاب في الآخرة. هذا الحديث فهمه مطلوب، إذ أن من يصابون بأنواع من العذاب بالزلازل أو بغيره من المسلمين على قسمين اثنين: مسلمون متمسكون بالدين يراقبون رب العالمين ويقفون عند حدود الله ويخشون عذابه ويرجون رحمته، ليس لهم رضا بأي معصية ولا قبول في المشاركة في شيء من المعاصي. هؤلاء إذا جاءت الزلازل وعمتهم مع من نزلت بهم، هؤلاء عذابهم هذا. وأما في الآخرة فإلى مغفرة الله ورحمة الله وكرامة الله عز وجل. الصنف الثاني من المسلمين من يكونون يتعاطون المعاصي وارتكاب الأوزار والآثام، فإذا جاءت الزلازل على هؤلاء فإن هؤلاء يكونون قد تسببون في هذا العذاب. وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا فيما تعلق بالمسلمين. ما تعلق بالمسلمين، فيا معشر المسلمين احذروا تعاطي المعاصي
لا سيما الإصرار عليها، لا سيما الإصرار عليها، فالإصرار عليها ضرره عظيم وعاقبته وخيمة عياذا بالله. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال ظهور الزنا خراب العالم، ظهور الزنا خراب العالم. لا تنتظروا بعد ظهور المعاصي وتفشيها في أوساطكم، لا تنتظروا أمانا ولا استقرارا ولا سعادة ولا عزة، لا تنتظروا أن الحياة ستبقى صالحة، لا، المعاصي سبب الدمار والخراب والهلاك، والله يفعل ما يشاء ويعاقب العباد بما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهر الربا، الربا الآن صار مباحا كأنه أطيب الحلال عند الدول المسلمة إلا من رحم الله، وعند المسلمين إلا من رحم الله. الربا الذي هو وباء والذي هو جالب للهلاك، هكذا صار التعامل عياذا بالله. قل أن تجد من يتحاشى الربا ومن يتوب إلى الله من الوقوع في الربا ومن يجتنب الربا. احذروا عباد الله، أين أنتم من قوله تعالى في شأن المتعاطين للربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إنها حرب إلهية لا يقاومها مقاوم ولا يردها قوي ولا يدفعها دافع، وإنما الحرب تنزل بمن قضى الله حربهم وهلاكهم وعذابهم. احذروا الغفلة، احذروا الغفلة والبقاء على الغفلة عياذا بالله. وهكذا من شؤم المعاصي ما جاء من حديث عمران بن حسين ومن حديث عائشة ومن حديث سهل بن سعد وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في أمة خسف ومسخ وقذف. الخسف الأرض تبتلع من على ظهرها، والقذف أن يرمي رب العالمين العباد بحجارة من السماء، والمسخ أن يمسخهم قردة وخنازير. هذه الآيات وهذا العذاب أخبر الرسول بوقوعه في هذه الأمة. قالوا: يا رسول الله ومتى يكون هذا؟ قال: إذا ظهرت القينات، أي المغنيات والراقصات. قال: وشربت الخمور. وشربت الخمور. متى صار شرب الخمور من الأمور المتفشية؟ الدول تترك ذلك وتتغاضى عن استمرارية الوقوع في ذلك وعن انتشار ذلك، ولا تقوم بواجبها من المنع والمحاربة ومن إقامة الحد على من شرب الخمور والمنع لمن يصنعها إلى غير ذلك. هنا يقع العذاب الذي سمعتم، بل جاء في البخاري وغيره من حديث أبي مالك الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر الزنا والحرير اللباس المعروف. قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال: ثم يبيت قوم إلى جبل. قال: فيبيتهم الله فيضعه عليهم. قال: ويمسخ آخرين قردة وخنازير. هؤلاء الذين استباحوا من هذه المحرمات
ما استباحوا الله يأخذ منهم من يأخذ، أن يسقط عليهم جبلا، وأن يقذفه فوقهم، وأن يرميهم بالجبل عليهم فيأخذهم كلهم. عندما كانوا على هذا، على رقص وأغاني وهي المعازف، فالمعازف المراد بها آلات الطرب التي تعمل عند تجمع النساء والرجال للرقص والشهوات، وغالبا ما يصاحب هذا الخمور والزنا عياذا بالله. فهنا يعاقب الله من يشاء بهذه العقوبات التي سمعتموها. عباد الله، أين أنتم من الأخذ بالقرآن الكريم والإقبال على أوامره وعلى نواهيه، وهكذا الإقبال على الشرائع والعمل بها فقد قال الله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الآية الكريمة أخبر الله فيها أنه نتق الجبل، أي اقتلعه من مكانه ورفعه حتى صار فوق قوم موسى الذين دعاهم موسى إلى إخلاص الدين لله وإلى العمل بما في التوراة، فتثاقلوا عن ذلك وتكاسلوا عن ذلك وتأخروا عن ذلك وصاروا متلاعبين بذلك، فاقتلع الله جبلا من جبال فلسطين صار فوق هؤلاء يهددهم الله إن لم يأخذوا التوراة بالقوة ويعملوا بأحكامها فسيسقطه عليهم. لا تأمنوا عذاب الله. وقد دلت الأحاديث على أن الزلازل ستكثر في آخر الزمان، فقد جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يذهب العلم، وحتى تكثر الزلازل، حتى يرفع العلم وتكثر الزلازل. فعند قرب قيام الساعة تكثر الزلازل لكثرة المعاصي والذنوب، فهذا مما ينبغي أن يعلم. وقد جاء من حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة سنوات الزلازل، يعني يكثر في كل سنة الزلازل، تكثر فيها بسبب كثرة المعاصي والآثام. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله بقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال ابن القيم: ولولا حلمه سبحانه عن الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. فالله الماسك والمثبت للسماوات والأرض من الحركة والاضطراب والانتقال. يا عباد الله، المطلوب أن تعرفوا قدرة الله عز وجل. هذه الأرض جعلها الله قارة ثابتة ساكنة نتنعم بهذا الاستقرار التي هي عليه وبهذا الثبات. فهل أحد من الناس أو هل شكرنا الله على قرار الأرض أنها قارة؟
وأنها ثابتة لا تتحرك ولا تضطرب. فإذا قضى الله بحركة خفيفة لها جرى علينا من العذاب ولحقنا من العقاب ونزل بنا من الضرر والنكبات ما نزل بسبب حركة عنيفة. حركة عنيفة يأذن الله لبعض أجزاء الأرض أن تتحرك حركة عنيفة فيجري ما يجري على العباد. ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام قالوا في هذه السنة وهي سنة 45 و200 قالوا في هذه السنة عمت الزلازل الدنيا، عمت الزلازل الدنيا. قال فأخربت المدن والقناطر والقرى وهلك خلق لا يحصيهم إلا الله. في سنة واحدة عمت الزلازل بلاد المسلمين. لا تأمنوا عذاب الله، لا تأمنوا عذاب الله. ولقد أخرج ابن المنذر بإسناد صحيح أن الزلازل حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه كانت أول زلزلة في عهد الإسلام، ولم يحصل في عهد النبي زلزلة ولم يصح في ذلك حديث. فلما حصلت الزلزلة قام عمر وخطب الناس وقال أيها الناس لقد أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم في هذه المدينة، أي لا أبقى فيها، لا أبقى فيها، والمعاصي متفشية فيها. وكانوا في زمن العافية، كانوا في زمن العافية. أما اليوم فنشكو إلى الله من اشتهار المعاصي وانتشارها وكثرتها والإصرار عليها عياذا بالله. فقد صارت كأنها دين، كأنها عبادات، كأنها طاعات يصر عليها ويتلازم ويستمر المستمرون عليها عياذا بالله. هكذا النصح ذكر ابن بطال رحمه الله وهو يشرح حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وتكثر الزلازل. قال الزلازل من وعيد الله وعذابه، من وعيد الله وعذابه. يتوعد الله العباد بأن يرسل عليهم من الآيات ما يرسل، ومن ذلك كما سمعتم الزلازل. فلهذا معاشر المسلمين وجود الزلازل في أي بلدة من البلدان تذكير للناس بأن الله شديد العقاب، وبأن الله غير على دينه وعلى حقوقه وعلى حقوق عباده. إذا انتهكت فيعاقب من يعاقب ممن انتهكوها. فانظروا أين أنتم من الاستقامة على الدين، انظروا أين أنتم من مجانبة المعاصي والفتن. احذروا أن تكونوا أبوابا للمصائب وأبوابا للنكبات وأبوابا للبلايا والرزايا التي تنزل بالمسلمين عياذا بالله. فالحذر من تعاطي الآثام والأوزار، ليتق الله كل مسلم ويراقب الله كل مسلم ويقف عند حدود الله. حافظوا على الصلوات في أوقاتها، ومع الجماعة حافظوا على حسن الجوار، قوموا بحقوق الآباء والأمهات، أحسنوا المعاملات في التجارة والبيع والشراء وفي غير ذلك من المعاملات. قفوا عند حدود الله، قفوا عند حدود الله. أنتم عباد الله، لستم عبادا للشيطان ولستم عبادا للهوى. انتبهوا على أنفسكم، جاهدوا أنفسكم في طاعة الله وفي مرضاة الله قبل أن تفاجئوا بما لا تطيقون، وقبل أن يحل بنا ما لا نتوقع. فبعض الناس كأنه في مأمن، كأن بيده من الله كتابا
كأن بيده كتابا من الله أنه آمن من عذاب الله، فهو مستمر على ما هو عليه. فإذا ذكرته بخطر الذنوب والمعاصي وشؤم عواقبها كأنك تخبره وتحدثه عن شيء لا علاقة له به. احذروا هذا. ألا وإن من الانحراف العظيم أن يوجد من يقول إن هذه الزلازل كوارث طبيعية، إن هذه الزلازل كوارث طبيعية. هذا قول عليه نزعة الإلحاد، عليه نزعة الإلحاد وشم رائحة الإلحاد. ليحذر قائله، فليحذر قائله من أن يبقى عليه، فعليه أن يتوب إلى الله. لو أنصف لكفته آية واحدة من آيات كثيرة، وحديث واحد من أحاديث كثيرة. أما الآية فقد قال الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هكذا بين الله البيان الواضح الشافي الكافي، أن الله عز وجل يرسل بهذه الآيات يخوف الناس من عواقب الذنوب، وأنه غيور على دينه وحقه، سيبطش بمن يبطش بهم، ويقهر من يقهر، ويأخذ من يأخذ، وينتقم من ينتقم. لا تنتظر عذاب الله، بل بادر بالتوبة إلى الله. وذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا حصل الزلازل أن الناس بحاجة إلى أن يقبلوا على الاستغفار، وأن يقبلوا إلى التوبة إلى الله، وأن يقبلوا على التوبة إلى الله، وأن يقبلوا على الصدقة فيتصدقوا، ويقبلوا كذلك أيضا على التضرع بين يدي الله بكشف ما أنزل الله بهم ودفع ما حل بهم. يقبلوا على الله بالدعاء والتضرع حتى يفرج الله عنهم ويكشف عنهم الضر. هذا عند نزول الزلازل وعند حصول الزلازل. وأهم شيء كما سمعتم التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. ففتش عن ذنوبك وعن عيوبك وعن أخطائك وعن مخالفاتك لشرع الله ولدين الله، وتذكر حياتك الماضية والسابقة كيف كانت. هل كانت مبطنة بالشرور والفتن والمعاصي؟ هل كانت محفوفة بمخالفة شرع الله؟ فتحدث التوبة إلى الله من كل ذنب ومن كل معصية. تحدث ذلك إذا كنت تخاف على نفسك وترحم نفسك وترحم غيرك وترضى لنفسك بالسلامة والنجاة والبقاء في الأمان والاستقرار. وإلا فكما سمعتم فالآيات آتية، والآيات محدقة، والآيات نازلة عما قريب هنا وهناك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحم الموتى الذين نزل بهم الموت بسبب هذا الزلازل. نسأل الله أن يرحمهم، نسأل الله أن يغفر لهم، نسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم، وأن يخلف لأولادهم وأهليهم وذويهم بالخير في العاجل والآجل. نسأل الله لهم ذلك. ونبشر من وقعت عليه هذه المصيبة وهي الزلزال بما جاء من حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شهداء أمتي 5، وذكرهم المطعون والمبطون وصاحب الغرق وصاحب الهدم. والشاهد وصاحب الهدم وهو الذي يسقط عليه البناء وتسقط عليه السقوف، فهذا يعتبر من الشهداء عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا جميعا المصائب والفتن والمحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh
imam.com